السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني زكريا، قناتي سهل وبسيط مع اماني. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل مع بعض معشوقة الجماهير والشعب المصري الطعمية او الفلافل زي ما بتحبوا تسموها، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. احفظوا الفيديو عندكم، هتحتاجوه ان شاء الله في رمضان. هيكون عندي نص كيلو فول مدشوش نقعاه قبلها بليلة، راس توم وبصلتين كبار، التوابل كزبرة وكمون وملح معلقة كبيرة، والخضرة زي ما انتوا شايفين كده. الكمية دي شبت وبقدونس وكزبرة وكرات مصري بلدي. اول حاجة على طول هعملها هنزل بالبصل والثوم في الكبة، افرمهم ناعم قوي علشان انا عايزة انزل المية بتاعتهم. بعد كده برضو هنزل بالخضرة اضربها معاهم وانعمهم كويس جدا، اخليهم ناعم علشان عايزة ميتهم تنزل، محتاجش المية عشان المية لو زادت في الطعمية او كترت بتقل العجينة وتخليها تشرب زيت. بس خلاص كده، بعد ما ضربتهم كويس في طبق بقى كبير هنزل بكل المكونات بتاعتي، الفلفل والخضرة والبصل والثوم والتوابل، اتأكد ان الملح وصل في كل حاجة. بعد كده في الكبة ارجعها تاني بقى هفرم شوية بشوية كده زي ما انتوا شايفين، ولا احتاجنا نزود مية ولا اي حاجة. ولونها جميل ومناسب، والقوام بتاعها برضو مناسب حلو جدا. كل ما نفرمها اكتر كل ما تبقى هشة معاكم وما تحتاجش بقى بكربونات الصوديوم او بيكنج باودر. هنا بقى يلا نجرب شوية مع بعض كده ونقليهم. انا بصراحة بحب الطماطم جدا في الطعمية، فمش حابين كده ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. انا حطيت هنا شوية وحطيت عليهم معلقة كزبرة وخضرة وطماطم، انا عصرتها من المية بتاعتها وشلت البذر بتاعها، اللحم بس بتاع الطماطم. وزي ما انتوا شايفين كده في الزيت هنزل بقى بيها بالمعلقة كده ومن غير ما اوسخ ايدي خالص. وبعد كده احط شوية سمسم من فوق واضغط عليه بالشوكة عشان يمسك في العجينة. بس كده هتقلوها عادي جدا، طريقة سهلة وبسيطة. دي الطريقة الأصلية بتاعت مامتي الله يرحمها. سهلة وبسيطة، هتحتاجوها جدا في رمضان وفي كل الوقت اعملوها ووفروا. اديكوا شايفين الأسعار غالية جدا. لو عجبتكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في قناتي.